برأسيتين الزمالك يفوز على طلائع الجيش في الدوري المصري بهدفين. أهلا وسهلا بيكم في الملخص الكروي لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري. شوط أول كان سلبي في كل شيء، خطة تكتيكية غير مفهومة من أوريسيو مدرب نادي الزمالك، ولكن في الشوط الثاني وفي اللحظات الأخيرة بمجهود فردي وعالمي من مصطفى شلبي يقدر نضاي يحرز الهدف الثاني. لكن الهدف الأول بالكربون، أحمد زيزو بعرضية من الجانب الأيمن يحرزها حسام عبد المجيد في شباك طلائع الجيش في الدقيقة 87. مباراة النهاية بلس 90، الزمالك يفوز على طلائع الجيش في الدوري المصري بهدفين نظيفين بعد أن كانت المباراة ذاهبة إلى التعادل، ولكن الخبرات في النهاية تقول إلى أن الزمالك فاز بهدفين نظيفين. دمتم بخير، وبرأيكم مين هو نجم المباراة؟